كلنا عارفين أبو جهل وقد إيه هو كان عدو للإسلام لحد ما مات. بس يا ترى أنت تعرف أي حاجة عن ابنه؟ عكرمة بن أبي جهل ابن أبو جهل اللي كلنا بنكرهه. الصراحة عكرمة ما اختلفش كتير عن أبو جهل إلا في حاجة واحدة بس خليته واحد من أنبل الناس على الأرض. بدأت القصة وأبو جهل عمال يحارب في الإسلام، طبعا يعني ابنه هيطلع زيه، يعني حاجة منطقية. واحد عمال يحارب في الإسلام من غير سبب، عمال يحارب كده وخلاص، أكيد ابنه هيطلع بيكره الإسلام كره العمى. وفعلا ده اللي حصل، كان بيعذب المسلمين في أي فرصة، شر كده وخلاص. يعني بصراحة المفروض لو حد أذاك تروح تأذيه، بس ده كان بيأذي كده وخلاص. فمثلا في يوم بدر كان عمالين يقتلوا في المسلمين المشركين يعني، وبالذات أبو جهل، لحد ما الحمد لله أبو جهل مات في الغزوة دي وخلصنا بقى من قرفه. بس طبعا ابنه عكرمة يسكت؟ لا أبدا. إذا كان بيحارب المسلمين علشان أبوه كان بيحارب، فما بالك بقى لما يحارب المسلمين انتقاما لأبوه، يعني حاجة أسوأ. ففي يوم أحد خرج عكرمة وزوجته أم حكيم علشان تخليها تقف مع النساء اللي كانوا بيشجعوا جيش قريش يعني. وخد بالك من أم حكيم دي لأنها دورها كبير قوي في تغيير عكرمة، وهنرجع لها تاني في القصة، فخليك فاكرها. طبعا يوم أحد ده كان يوم سعيد على المشركين لأنهم كسبوا فيه للأسف. بس في يوم فتح مكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنهم ما يهاجموش أي حد طالما ما فيش حد هجم عليهم. بس طبعا عكرمة يسكت أبدا، جاب كام واحد من معاه وكانوا أول من هاجم على المسلمين. طبعا خالد بن الوليد ظبطهم وقتل شوية منهم وشوية هربوا، ومن ضمن اللي هربوا عكرمة بن أبي جهل. بس الرسول زي ما كلنا نعرف سامح أهل مكة، ولكن أمر بقتل بعض الناس في مكة بالأخص، وكان منهم عكرمة بن أبي جهل. طب يعمل ايه عكرمة؟ بسيطة، يهرب. هو ده اللي حصل، وفعلا راح هرب لليمن. ساعتها راحت أم حكيم اللي هي زوجة عكرمة اللي أنا قلتلك ما تنساهاش لأن احنا هنحتاجها بعدين، راحت للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها 10 من النسوة عايزين يأسلموا، وهي طبعا وفعلا راحت قالت الرسول على كل القصة وراحت أسلمت، وكانت عايزة زوجها كمان يأسلم. بس المشكلة إن هو مسافر اليمن وسابها يعني، وقالت له إنها خايفة عليه، فهل هو هيكون كويس؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وقال لها هو آمن. وفعلا ركبت وقررت تروح اليمن تدور على عكرمة، وفعلا روحت، والحمد لله اللي بعد تدوير كتير قوي لقيته موجود على شاطئ البحر في تهامة، وتهامة ده موجود مكان يعني مطل على البحر الأحمر. لقيته بيتكلم مع واحد والراجل ده عمال يقوله أخلص حتى أنقلك. فراح قال له عكرمة ازاي يعني؟ فراح قال له تقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فراح عكرمة قال له ده هو ده اللي أنا هربان منه. فراحت أم حكيم تدخلت في الحوار وقالت له حاجة من أجمل ما قيلت في التاريخ: يا ابن عمر، جئتك من عند أوصى الناس أبر الناس خير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد أسمت عليك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. فقال لها وهو مستغرب إن هي موجودة في اليمن: هو أنتي كلمتيه؟ فقالت له أيوة وأسلمت كمان. عموما قعدت تكلمه وتحاول تقنعه إن هو يرجع معاها تاني مكة، والحمد لله أقنعته وفعلا قرر إن هو يرجع معاها. ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يعني عكرمة بن أبي جهل هيجيلكم مؤمن ومهاجر، فما تسبوش أباه، ما تشتموش على أبوه لأن أبوه أبو جهل، لأن سب الميت ده أو إن أنت تشتم واحد ميت ده بيأذي الحي ومش هيبلغ الميت، يعني الميت مش هيقدر يسمعه. ولما جه عكرمة قال لرسول الله: سمعت أنك أمنتني. فقال للرسول: صدقت فأنت آمن. فقال له: إلى ما تدعو يا محمد؟ فقال له: أنا أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكمل باقي أركان الإسلام. فأسلم عكرمة بن أبي جهل الحمد لله. فقال له الرسول: اليوم لا تسألني عن شيء أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه، يعني تسأل زي ما انت عايز أو تتمنى زي ما انت عايز وأنا هديك اللي انت عايزه. فقال له عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عادة وعاديتها لك، أو مسير أوضعته فيه، أو مقام لقيته فيه، أو كلام قلته في وجهك أو في غيبتك. فدعا له الرسول بالمغفرة، ومن ساعتها وعكرمة مش بيسيب معركة إلا وهو أول من فيها. وفي مرة كان المسلمين يعني بيحاربوا الروم، فكان عكرمة يعني منغمس قوي في المعركة، اللي هو ايه يعني تحسه كده داخل في المعركة بقوة قوي. فراح خالد بن الوليد قال له: بالراحة يا عكرمة، انت لو اتقتلت او مت هيكون موتك شديد على المسلمين.
فقال له يعني بعد كل اللي عملته في الرسول وفي الإسلام وجاي دلوقتي أهرب من الروم النهاردة؟ سيبني بقى أكفر عن ذنوبي. ساعتها استشهد عكرمة في المعركة دي. فبارك الله في عكرمة ابن أبي جهل. كان من أشد الناس كره للإسلام في الأول، بس في الآخر بقى من أكتر الناس حب للإسلام. الصراحة عشان نقول الحق، هو الفضل يعود بعد طبعا ربنا لأم حكيم، نعترف هي أثرت عليه وخلته يرجع. ده هو أصلا كان هربان وما كانش هيرجع تاني، هو خلاص سافر اليمن بقى، بس الحمد لله هي عرفت تقنعه ورجعته الحمد لله. وبس كده خلصت الحدوتة. وما تنساش تشارك الفيديو ده مع حد انت بتحبه، ممكن يستفيد منه او ان هو يكون بس مبسوط ان هو يسمع قصة زي دي. وطبعا يشرفني اشتراكك، وما تنساش برضو تفعل الجرس لان اليوتيوب ساعات بيعمل حركات كده سخيفة وما بيرضاش يعني يرسل اشعار. بس كده، شكرا.